أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول بالله التوفيق في هذه العجالة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في سجل حسناتنا. كل المعاصي التي نرتكبها نحن البشر في كفة، وقلة الأدب مع الله عز وجل في كفة أخرى. إن الله سبحانه وتعالى يمهل العاصي لدرجة أن الناس يستغربون أحيانا من حلم الله عز وجل على العصاة. ولكني لم أسمع يوما بقليل أدب مع الله عز وجل نجا من النمرود إلى فرعون، مرورا بقارون، قريبا من عاد، حول ثمود، وما قوم لوط ببعيد. هي سنة الله في خلقه، ما قلل أحد أدبه مع الله عز وجل إلا وجعل الناس يرون فيه عجائب قدرته. من شهر خرج نتنياهو بتصريح، أو نتنياهو بتصريح عجيب، قال فيه: حتى لو كان معهم الله سنهزمهم. وهذا هو الحد الذي ينتهي عنده حلم الله عز وجل على الناس. فالحمد لله الذي يقسم الجبارين إذا ما تحدوه في ملكه وبارزوه في قدرته. فانتظروا فإن في التاريخ عبرة. سفينة تيتانيك ثاني أشهر سفينة في التاريخ بعد سفينة نوح عليه السلام، كانت يوم بنائها معجزة هندسية وفتحا بشريا في مجال الملاحة البحرية. كان طولها 269 متر، وعرضها 200 متر، وعمقها 18 متر، تتسع إلى 2435 راكبا، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 885 فردا. أشهر سفينة في التاريخ، وهي تجري بهم في موج كالجبال كما يقول ربنا في محكم التنزيل. وثاني أشهر سفينة في التاريخ غرقت في أول رحلة لها في البحر. عندما أنزلوا هذه السفينة التيتانيك إلى الماء أول مرة، احتشدت الصحف لتغطي هذا الحدث. سأل الصحفي مالك السفينة توماس أندروز عن قوة وأمان هذه السفينة، فقال متبجحا: هذه السفينة غير قابلة للغرق، حتى الله نفسه لا يستطيع إغراقها. ثم إنه لم يطل الأمر كثيرا حتى عرف توماس أندروز أن الله يستطيع. ثاني مثال، رئيس البرازيل تتكريدو نيفاس قال في حملته الانتخابية: إذا حصلت على 500 ألف صوت حتى الله عز وجل لن يستطيع إزاحتي عن كرسي الرئاسة. يقول: إذا حصلت على 500 ألف صوت حتى الله عز وجل لن يستطيع إزاحتي عن كرسي الرئاسة. حصل على الأصوات، وقبل تنصيبه بيوم واحد أصيب بمرض معدي ومات بعد شهر، ولم يجلس يوم واحد على كرسي الرئاسة. اللهم أرينا في ترامب ووزير خارجيته ونتنياهو عجائب قدرتك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.